السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. ويلا نشوف الشغل اليدوي وإعادة استخدام الأشياء. معانا كرتون ومعانا طبقين من اللي بيتحط عليهم التورتة. طبعا احنا ناكل التورتة ونستخدم الأطباق بعد كده ما برميهاش، انا بغسلها وبشيلها. انا بقطع الكرتونة على قد الهلال بالظبط زي ما انتم شايفين كده. حوالي هي عرضها بيبقى 7 سنتي، ولازم الكرتونة تبقى مرنة علشان تلف معايا على الطبق بتاع التورتة، علشان هبدأ ألزقها على واحدة وهلزقها الناحية التانية. يعتبر القماشة بالكرتونة هي اللي هتبقى بين الطبقين، وهحط عليها بعد كده الهلال بتاعنا. انا هنا باخد القماش وبقيسها وهبدأ ألزقها بالشمع، وهقفل الكرتونة خالص بالشمع نهائي، وتبقى متقفلة وشكلها حلو. ومعانا استرس هحطه عليها برضو بس بعد ما اخلص. سامحوني ان في حاجات في الفيديو اتمسحت غصب عننا. نحاول ان شاء الله في فيديو تاني نوضح حاجات تانية، وبإذن الله النهائي يعني والفينش يعجبكم. انا هنا هقفل القماشة خالص، وهبدأ اعمل قاعدة للهلال بتاعي. هنا بعد ما قفلنا الهلال والقماشة بتاعته هعمل له قاعدة علشان يلزق ويقف عليها. باخد المقاس. انا عملت الاول الكرتونة اللي من تحت دي وقفلتها بالاسترس عشان يبقى شكلها حلو، وحشيها من جوه برضو كرتون عشان يبقى مقويها شوية تبقى تقيلة. وهنا الطبق التالت ده انا اخدت منه حتة علشان اقفل بيها القاعدة بتاعتي. بتاخدي بالمقاس علشان ما يبقاش فيه اي زيادات. بعد ما بنلزق بنظبط، لو في حاجات بسيطة طالعة زيادة ولا حاجة بنقصها وبنسويها بالمقص، مفيش مشكلة عندنا زي ما انتوا شايفين كده. وهلزقها بالشمع. ويبقى الشمع نحاول يا جماعة ما يبقاش باين وطالع من بره. انا عايزة الشمع يبقى حلو ومثبت الحاجة، وفي نفس الوقت مش طالع وباين في الشغل بتاعنا. انا هنا كان الهلال اصلا يعتبر فنشناه معلش. وهبدأ اهو هنا كده باخد المقاس علشان اشوف انا هحط الشمع فين. ايوه كده بنثبته الاول وبنعرف احنا هنحط الشمع فين، على اساس اني انا احط الشمع بتاعي واثبته على القاعدة. ولو حابة تحطي عليه فرع نور زينة بتحطي، عايزاه زي ما هو تمام مفيش مشكلة. واتمنى ان الفيديو بتاعنا يعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، ورمضان سعيد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اتمنى ان انتوا تنعمونا وتشاركونا، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان عليكم سعيد ان شاء الله. السلام عليكم.